السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم القرنبيط اللي هو طعم الكنتاكي، طعم الستريبس، بجد حلو جدا، هيعجبكم وهيعجب اولادكم. هنعمل بقى القرنبيط النهارده. قرنبيط، هجيب القرنبيطه بقى ونبدا ننضفها. انا هاخدها وردات كبيره الاول، هسلقها وردات كبيره وبعد كده افصصها من بعضها. يعني كده فصصت الوردات الكبيره دي. كده قطعنا القرنبيط اهو. نجيب حاجه نحط فيها ميه عشان نسلق فيها القرنبيط، احط فيها شويه ملح واحط فيها كمون، واول ما تبدا تغلي هنزل فيها بالقرنبيط واتابعه لحد ما الاقيه بقى نص سوا. هناخد بقى القرنبيط ده نديله غسله كويسه كده. معايا هنا بولتين فيهم دقيق، هحط هنا معلقتين نشا كبار وفي التانية معلقتين نشا كبار. هحط في دي شويه كركم، تقريبا معلقه صغيره كركم، وهنا برضو نفس الحكايه. ربع معلقه حبهان مطحون، نص معلقه صغيره توم باودر، وبصل باودر برضو نص ونص. هنحط هنا مرقه دجاج، لو عندك المكعبات او البودره حطي يعني قطعه. البودره دي يعني هي معلقه صغيره. كمون على الاتنين برضو معلقه، وفلفل اسود برضو معلقه، كزبره ناشفه هنا يعتبر نص معلقه على كل طبق كده. المكونات دي هتفضل جافه زي ما هي، نقلبها ونحط عليها شويه ملح ونسيبها كده. نحط شويه ملح هنا، نقلبها ونسيبها على جنب. الثانيه برضه نحط عليها ملح. دي لسه بقى هنكملين معاها. هنحط هنا فصين توم مهروسين خضره، ده اللي هو البقدونس. كزبره، ده كزبره مش بقدونس. بس انا بدقيته في الهون كده عشان ادبله. اضيف هنا بيضتين، اقلبهم مع بعض كده، وابدا اضيف ميه. تقريبا دول كوبايتين دقيق، لكل كوبايه دقيق بيبقى لهم معلقه نشا وكوبايه ميه، وبعدين نشوف لو احتاجنا ميه تاني من الميه اللي انا كنت حاطه فيها بتاعه الخضار دي، اللي انا كنت داقه فيها في الميه في الهون يعني. اقلب كده القوام بتاعها اهي تمام كده، تمام اهي. بعد ما بسلقه ببدا اقطع بقى القطع اللي انا بحبها كده، تكون كده مظبوطه حلوه. هنحط القرنبيط هنا في الخلطه دي، نشيله من الخلطه كده على الدقيق. حاطين زيت سخن على النار، هنطلع من الدقيق عليها على طول. كده الزيت سخن، احنا كنا بنختبر بس كده. هنبدا ننزل بقى، ننفض من الدقيق وننزل بسم الله كده في الزيت. طبعا الزيت بيكون سخن، بحاول احطه في حاجه تكون غويطه شويه عشان القرنبيط بياخد زيت كتير. بين الرصه والرصه انضف الزيت، اجيب مصفى كده ولا حاجه وانضف بيها الزيت. كل رصه ورصه نضف الزيت. هنا بعد ما خلاص خلصنا
في جزء قد ده كده اتشال اتاكل بصراحه يعني. يعني من حلاوته من ريحته اتنتش منه وانا بقليه. والله بجد كانت مليانه، بجد حلو جدا، هيعجب اولادكم جدا جدا، وخصوصا اولادكم مش بيحبوا القرنبيط هيحبوه بعد الخلطه اللي احنا عملناها. وكمان لو زودنا عليه بقى شويه فيجيتار كده في الدقيق اللي احنا بنحط عليه، وشويه كمان على الخلطه، بيخلي الطعم غير. اتمنى الطريقه تعجبكم وتعجب اولادكم. الف هنا وصحه لقلوبنا وقلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.